طب كانوا يسيبونا نلم حاجاتنا. هنعمل ايه يا زيد؟ هروح عند خالتكم في الشرقيه. مش مصدق، مش مصدق اللي بيحصل. هي مصيبه ولازم تكمل للاخر، بس يا ريت يكون ده اخرها. استاذ حضرتك في الرخصه وتمضي لي على المحضر. اهلا يا زياد بيه. اهلا بحضرتك. انا الحقيقه مش عارف اقول لك ايه. القضيه مش سهله. هو حضرتك وصلت لايه؟ للاسف توفيق بيه يعتبر مسؤول مسؤوليه كامله عن كل اللي بيحصل. هو اللي مضى قرار اللجوء للمودعين، وهو بنفسه اللي كان بيمضي على كشوف الارباح اللي كانت بتوصل لهم اول كل شهر. طيب هو ده يدينه ليه؟ ما هو برضه اللي كان بيمضي على الأوامر المالية اللي تخص الإنفاق والاستثمار، واللي ما كانش ليها أي علاقة بالاستثمار الزراعي. في حاجة تانية كمان عايز أقول لك عليها. هم أعلنوا في فترة من الفترات إن هم اكتشفوا بير مية في الصحراء بالقرب من الوادي الجديد، وساعتها قالوا إن هم هيستصلحوا أراضي جديدة. في الوقت ده هم بدأوا يعملوا دعاية ويلموا فلوس. عارف، ده في الفترة دي في ناس معرفة كانوا بيترجوني عشان اخد منهم فلوس احطها في المشروع، والوالد هو اللي كان بيرفض. انت تروح تبوس ايده، لان البير ده جاف، ما كانش فيه اي ميه. وعلى فكره المعلومه دي هم عارفينها من قبل ما يلموا فلوس من المودعين. انا بصراحه مستغرب موقف توفيق بيه. راجل زي ده شريف وسمعته حلوه في السوق، وما كانش حاسس باللي بيحصل حواليه.